نحن ندعو هؤلاء الناس إلى التوبة إلى الله بحق، وأن يتوبوا إلى الله، وإلا فإنهم والله مورطون في هذا البلاء وهم على عتبة الكفر. هذا متوقع ومش مستغرب من الصوفية، دائما يرهبون الناس بهذا ويقولون كما قال إخوانهم القدامى الأولون: إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بالسوء. يؤسلفهم قالوا هذا لسيدنا هود عليه السلام: إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بالسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وهكذا نقول لهم: نحن لا نرفع رأسا لتهديدتكم ولكلامكم، لأن الحق معنا إن شاء الله تعالى، وإذا رأينا شيئا من هذا فإننا نكتمه، لأنه لا فائدة من إعلانه. من قال لكم بأننا لم نرى شيئا من هذا، وأننا حرمنا من هذه الأسرار والمنامات لأننا نعترض عليكم؟ وكما سمعنا أنكم قلتم عن فلان بأنه سجن من أجل هذا، يعني إرهاب، هذا إرهاب. وعلهم نقول لكم كما قلتم عن هذا: انتظروا الله تعالى. نحن ندعو الله تعالى أن يعود هذا عليكم، وأن يجعل تدميركم في تدبيركم. فافعلوا ما شئتم وقولوا ما شئتم وادعوا فإننا ندعو، ولكن احنا بما أن احنا مسلمون مؤمنون ونشفق عليكم ندعو الله تعالى لكم أولا بالهداية. فإن رجعتم إلى الله فأنتم منا وإلينا إخواننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. وإن ركبتم رأسكم وتبعتم هذه السبل فنحن نبرأ إلى الله منكم. ما رأيته وسمعته من كلام الأخ أبي بكر ابن الحسن بن الصديق من خرافته التي يقول بأنه رجع إلى شيخه عبد بن ياسين وسأله عن هذا، فقال له الشيخ: اسأل هذه المرأة هل تحفظ سورة الإخلاص؟ قال: لا تحفظ سورة الإخلاص. فقال: هؤلاء ليسوا مسلمين. وهكذا أخرجهم من الدين بجرة قلم، لأنهم لا يؤمنون بخزعبلتهم وترهتهم. وهذا بعيد عن الإنصاف وعن التعقل، لأن الحكم بتكفير الكفر صعب جدا. نحن هنا تكلمنا على التكفير، أو قلنا بأن هذه الجماعة تقف على عتبة الكفر. نحن قلنا أسباب ذلك وموجباته، وتكلمنا بلسان الفقهاء. ونحب أن يرجع أساتذة الجماعة إلى كتاب الشفاء للقاضعيات في أواخره في فصول الردة فيما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، ليقفوا هناك على العجب العجاب في هذا الباب. وأما إذا قلنا بأن الحنفية رحمهم الله تكلموا في أبواب الردة في كتب فقههم، فإنهم سيجدون هناك ما يسيل لعابهم ويحل حبهم ويدفعهم إلى الندم والتوبة، ويوقفهم على الخطر العظيم الذي يدلفون إليه عمدا، نسأل الله العافية. المهم أنني أقول للسيد الصديق الطنجاوي بأنه ليس على شيء، وأنه إن قال هذا وأصر عليه فإنه غير مستغرب منه، لأنه ابن الزاوية. هؤلاء يقولون هذا وأكثر من هذا، ولكن هذا بعيد عن التحقيق وعن العلم وعن التصوف. التصوف احنا لا ننكر أصله، لأنه مقام الإحسان. وعلماء وأئمة الصوفية الكبار الأولين الذين كانوا في زمن التابعين لم يكونوا هكذا أبدا، ولا يعرفون شيئا من هذا، لأنهم كانوا أخشى لله وأتقى من أن يزعموا هذه المزايا. وما هذه المسائل التي تتكاثر كل يوم وتتردد وتتنمى إلا دلائل على أن الناس أصيبوا في عقولهم بعد أن أصيبوا في إيمانهم وضمائرهم، فليتقوا الله تعالى. ولما شاعت هذه المرائي والمنامات والمزاعم التي تتوالى إلى الآن، كهذه الرؤية التي سمعتها الآن من امرأة حول من تسمى عندهم بالسيدة كريمة التي ماتت في حادثة سير، يعني قاموا بدفنها في موكب كبير، وأخذت بنت أختها تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءها وكلمها وقال لها كيت كيت. والعجب أن هذا تزعم أن هذا كله وقع يقظة لا مناما. وأكبر من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخلها الجنة ودخلت القصر وقال لها هذا قصر فلان عبد بن ياسين اللي هي بجد ديال البنت على حد تعبيرها. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أما ترضى أن تكون السيدة هذه اللي ماتت في حادثة سير مع الله تعالى يجلسها معه؟ استغفر الله العظيم، يعني هذا شيء تقف منه الشعور. لا يستطيع مسلم مهما كان إذا سمع هذا أن يسكت عنه. هذا منكر عظيم، يعني هذه ردة وكفر بإجماع المسلمين. معلوم أن الحنفية رحمهم الله ومذهب أبي حنيفة
هو أوسع المذاهب فيما يرجع لباب الردة، وأنه يكفر إذا قال رجل عن عمامة العالم عميمة، وأن من يقول عن المسجد مسيجد، لما يوهمه هذا الكلام من الاحتقار والاستهزاء بعمامة العالم والمسجد. قال العلماء الأحناف رحمهم الله بأن هذه ردة. فما بال هذا العلماء إذا سمعوا هذه المصائب التي يقول هؤلاء الناس في وضح النهار، ويزعمون أنهم يقولون هذا، يدعون أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يقظة، ويناقشون من يناقشون من علمائهم مع الأسف يعني الذين يدعون العلم والمعرفة والتصوف والأسرار، يناقشوننا في مثل هذه الأمور التي هي لا تقبل النقاش. هذا شيء لا يجوز السكوت عنه بحال، ولا يوجد عالم واحد من المسلمين يقول لا، نحن لا نهون في مثل هذه المسائل ونقول بأنها خلاف راعي. هذه مسائل تتعلق بالعقيدة وبصميم العقيدة، هذا شيء يتعلق بالله تعالى وبالرسول عليه الصلاة والسلام. والذي زعم بأن الخلاف في هذا قديم، ماذا يعني بهذا الخلاف؟ ومن قال هذه المزاعم التي قالها هو من قالها بصراحة، ماشي بالتأويل وبتحميل الكلام ما لا يحتمل. لا، نحن نتحداهم أن يأتون بكلام واضح صريح عن أيام الصحابة والتابعين، هذه العصور المشهود لها بالخير من الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان شيء من هذا تكلمنا على أننا لا ندعي العصمة لأحد. إن ثبت عن شيء من هذا عن التابعين، وأما عن الصحابة فأقسم بالله تعالى جدا غير حانث أنه لم ينقل شيء عن هذا عن الصحابة إطلاقا. ولكن الشاعر قديما قال: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. هذا الخلاف الذين تزعمون أنه قديم وأننا ينبغي أن نسكت لأننا مدرسة وهو مدرسة ولكل مدرسة، وهذا إنما يقال في الدين وفي الملة. ويا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد الآخر لكم دينكم ولي دين. لو أعلن هؤلاء أنهم كفروا وأنهم أشركوا بالله وأنهم يهود أو نصارى لقلنا لهم لكم دينكم ولي دين. أما الآن وهم يتكلمون عن الإسلام وعن التصوف ويدعون المقامات والرتب الكبيرة في التصوف، ونحن ننتظر ما قالوا وما بشروا به العالم من الخلافة النبوية. هذه مسائل نحن نقف معها عندها باستغراب ونتساءل كيف يمكن السكوت عن هذا؟ ثم إنهم ارتكبوا في سبيل إثبات هذا وتلقينه وإعلان الناس به هذه السبل الشيطانية الملتوية التي تعتمد على الرؤى والبنامات والخرافات، وليتها كانت رؤى خفيفة تشتمل على بشرى. نعم، نحن نقول بأن الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، والعلماء قالوا بأنه لا يعتمد عليها في التشريع، يعني بحيث أن الإنسان إذا كان صالحا صديقا وقال بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فنقول له نعم بشراك، هذا الرجل الصالح. وإذا قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أن أصلي في الزاوية أو في المقابر أو شيء منكر من هذه المنكرات اللي يقولها الناس، تقول له لا حسبك، النبي لا يأمر بهذا، وهذه الرؤيا طويها